اتعود على الغربة، اتعود انك تعيش لوحدك، اتعود انك تعمل اكل لوحدك، اتعود انك تغسل لبسك لوحدك، اتعود انك تنظم وقتك لوحدك، اتعود انك تعمل كل حاجة لوحدك في الغربة عشان تكون معتمد على نفسك انت وانت، مفيش بينكم تالت. تعالوا نتكلم شوية عن الغربة وازاي تتعود على الغربة في الفيديو ده، فتتأكدوا انكم عملتوا لايك الفيديو وتشيروه لكل الناس حبايبكم، ونكمل بقى كلامنا يا باشوات. تعريف الغربة بالنسبة ليا هو انك موجود علشان تخدم نفسك، حرفيا تعمل كل حاجة لنفسك، والحاجة دي لو ما عملتهاش لنفسك محدش هيعملها لك، فانت الخسران. الغربة بالنسبة لي بتخليك اجمد من اجمد نسخة كنت فيها، بتخليك تتطور، بتخليك تكون اقوى من زمان، بتخليك تعتمد على نفسك، بتخليك تكون انسان بجد يشيل مسؤولية. غربة ايه يا عم وبتاع ايه؟ ما نخلينا عند اهلنا وجنب اهلنا، والعيلة اولى بكل حاجة. والله كل الناس يتمنوا يكون جنب عيلتهم، كل الناس يتمنوا يكونوا في بلدهم مع عيلتهم مع اسرتهم اخواتهم عيلتهم الكلام من ده كله، بس الحياة مش بتمشي شبه ما احنا عاوزين دايما. يعني اوقات لازم نطير، نروح في مكان بعيد في غربة يعني علشان ندرس، نشتغل، نعمل اي حاجة. فالمكان ده ما ينفعش ناخد كل عيلتنا معانا يعني، فبنروح لوحدنا. كلنا عاوزين نكون جنب اهلنا، بس الظروف بقى نعمل ايه؟ يعني بالله عليك لو انت اخترت من الغربة واهلك، هتختار الغربة على حساب اهلك يعني، ولا ايه الكلام؟ هو انا طبعا اختار اهلي طبعا، مفيش مقارنة بين ده وده، بس انت محطوط في مهمة علشان تنفذها، محطوط لمهمة الدراسة، الشغل، اي مهمة. انا مثلا محطوط لمهمة الدراسة، دي مهمة لازم انفذها لعدد سنين معينة، انفذها لازم تكون قدها، لازم تنفذها شبه ما انت جاي علشانها. انت جاي لمهمة معينة، جاي علشان تدرس او تخلص السنين المعينة بتاعتك بتاعت الدراسة، فلازم تنفذ المهمة دي، ما تطلعش من غير ما تنفذ المهمة علشان مش هتكون حاجة لطيفة. انك تقعد لوحدك فدي حاجة مميزة جدا جدا جدا. تتعلم الطبيخ طبعا، انت عايش لوحدك فانت غصب عنك صدقني تتعلم الطبيخ، مستحيل تشتري كل يوم اكل من بره، مستحيل. طب يا عم لو واحد مش عارف يطبخ يموت يعني من الجوع ولا ايه؟ هو انت طبعا مش هتخلي نفسك تموت من جوع، اكيد هتجيب اكل جاهز، اكيد هتتعلم الطبخ، اكيد هتعمل اي حاجة في اي حاجة، بس مش هتموت من جوع يعني. فانت لازم تتعلم تطبخ، فالغربة هتعلمك تطبخ حرفيا، هتكون شيف جامد جدا. ده اغلب الناس صحابي اصلا كلهم عارفين يطبخوا، فالموضوع هيخليك تطبخ يا باشا، مش حوار. غير كده هتتعلم ازاي بقى تغسل لبسك والكلام من ده، اللي احنا اصلا كنا في مصر ما كناش اصلا بنحط ايدينا في الغسيل. دلوقتي تغسل لبسك وتتعلم بقى مسحيق الغسيل واللبس الاسمر واللبس الابيض ومسحيق بتاع ده والعطور بتاعه الغسيل ومش عارف. يا اخي البحر بحر. بس تعرفوا ايه اجمد حاجة انا شايفها انها اتعلمتها في الغربة، وبالاخص لما جيت روسيا وبقيت بعيد عن اهلي وكلام من ده، ان انا انظم وقتي. حرفيا تنظيم الوقت ده يا جماعة كنز بجد، حاجة جامدة جدا انك انت تنظم وقتك. يعني عندك محاضرات، عندك مذاكرة، عندك حياتك الخاصة، عندك غسيل واكل وتنشر لبسك وتغسل لبسك وتغسل مواعينك وكلام من ده. ازاي تربط بين ده كله بتنظيم الوقت عشان ما تهملش في حاجه؟ فبجد الغربه تعلمك تنظيم الوقت، وتنظيم الوقت دي لو انت اكتسبتها بجد هترتاح راحه في حياتك حرفيا. يعني الناس اللي منظمه وقتهم هيعرفوا ان انا بتكلم عليه. اهم حاجه بس بذكركم انكم تكونوا عاملين لايك وشيروا عشان نكبر بالقناه اهوت، هنوصل لل100,000 ان شاء الله. وهانت يلا لايك وشير وكلام من ده ونوصل سوا. ومواعيد الفيديوهات يا جماعه ان شاء الله مواعيد ثابته، يوم الاحد والثلاث الساعة 10 بالليل بتوقيت مصر، ويوم الجمعة الساعة 10 بالليل بتوقيت مصر هيكون إجابة على الأسئلة. يعني 3 فيديوهات، الأحد والثلاثاء والجمعة 10 بالليل بتوقيت مصر. فانتوا لو عندكم أي سؤال أي حاجة اكتبوه في أي تعليق من فيديوهات اليوتيوب، وإن شاء الله يوم الجمعة الساعة 10 بالليل هيكون رد على الأسئلة. 3 فيديوهات، أحد 3 جمعة 10 بتوقيت مصر.
اوعى تنسوا ها. طب احنا دلوقتي لو ما عرفش ننظم وقتنا في الغربه، ايه اللي هيحصل؟ انت لو ما نظمتش وقتك في الغربة فانت هتقع في مشاكل كتيرة. مش هتلاقيك مهتم بنفسك، مش هتلاقيك مهتم بصحتك، مش هتلاقيك عارف تطبخ، عارف تغسل لبسك، مش هتعرف تعمل اي حاجة. فانت تنظيم الوقت ده هيخليك بتعرف تنظم كل حاجة في حياتك. غير تنظيم الوقت حرفيا مش هتعرف تعمل حاجة. لو انت واحد من بيحب يخرج كتير، واحد بيحب ياكل اكل من بره كتير، واحد كسلان كتير، بينام كتير، مش عارف ايه، فانت هتلاقي كل حاجه ضايعه منك حرفيا، وعمرك بيضيع على الفاضي حرفيا. استثمر في وقتك وتذكر ان بكره اللي بيجي خلاص، يعني امبارح مش هيجي تاني، هو بكره يوم جديد، فامبارح خلاص، فانت حاول تغير من نفسك على بكره. فحاول. تعرفوا تذكروني بايه؟ اول ما جيت روسيا هنا برضو انا ما كنتش عارف اي حاجه، ما كنتش عارف ازاي اطبخ، وما كنتش عارف اي حاجه في اي حاجه حرفيا. يعني على الاقل انتوا مش عارفين اصلا ان انا اول ما جيت من مصر كنت شايل في الشنطه بتاعتي علب فول، علب حلاوه طحينيه، علب تونه. فاهمين انت الحوار ده اللي هو انا عايز اكل اي حاجه تمشي مثلا اسبوع او اسبوعين لحد ما افهم الدنيا، افهم اي حاجه في اي حاجه. ففعلا انا كنت باكل الحاجات ديت يوم ورا يوم ومش عارف ايه والكلام من ده، ما كنتش عارف اي حاجه في اي حاجه لحد ما اتعلمت بقى اطبخ واحده. اتعلمت اطبخ الرز، اعمل شويه فراخ مسلوقه، اعمل بطاطس مقليه، اسلق بيض، مش عارف ايه. الحاجات دي كانت بدائيه جدا، ما كنتش عارف اي حاجه. فنصيحه ليكم بتعلموا الطبخ قبل ما تيجوا روسيا على الاقل شويه صغيرين. ده غير غسيل اللبس، لان انا كنت بغسل كل اللبس مع بعض، وكان في لبس يعني اغسل لبس مثلا احمر مع لبس ابيض، فاللبس الابيض ببص عليه الاقيه لونه وردي، فالحمد لله في لبس اترمى حلو يعني. فكل واحد كان بيتعلم، ده كان في اول ايامه خالص الحمد لله. وخلي بالكم برضه في معلومه ليكم، لولا انك بتغلط ما كنتش هتتعلم. لازم تغلط علشان تتعلم، لو ما غلطتش مش هتتعلم صدقني. سمعت بقى فيديوهاتي النهارده لبكره، وكل الفيديوهات سمعتها وكل النصايح وكلام من ده، برضه انك تغلط وتتعلم ده افيد بمليون الف فيديو ممكن تسمعه في حياتك. هو مش عيب انك تغلط، جرب وجرب واغلط وغلط، مش عيب خالص. احنا اصلا حياتنا كلها عباره عن تجارب مش حوار. طب هو انت ايه نصيحتك باختصار كده للناس الجديده اللي في الغربه عشان يتعودوا عليها وما يكونش صعب عليهم؟ هو نصيحتي ليك لو انت في غربه في اي مكان في الدنيا، تذكر ان معاك ربنا، وان شاء الله الاحوال كلها هتبقى تمام، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. فما تقلقش، اللي معاه ربنا ما يقلقش، ده اهم حاجه. تاني حاجه اتذكر ان انت جاي لهدف معين، فخليك عندك امل ان الهدف ده ان شاء الله تحققه. وكل يوم اتذكر ان في هدف المفروض احققه، انا جاي هنا عشان اعمل حاجه، قدها اكمل، مش قدها ارجع. فده الفكره. وطبعا النصيحه برضو انك تشوف فيديوهاتي كلها اللي فاتت واللي جايه، علشان انا بديك من خبراتي، اجرب حاجات وخلاص، وبديك الحاجه على الجاهز انك بس تسمعها. فتابع الفيديوهات اللي جايه، وتذكر ان الناس اللي في غربه ونجحوا مش احسن منك في حاجه، هو ممكن اصلا انك تكون احسن منهم. فتذكر نجح مش احسن منك، كلنا زي بعض، وانت مش اقل من حد في حاجه ابدا حرفيا. طب ايه كلمتك للناس اللي بتفكر لسه تروح غربة، اللي هي تسافر؟ ايه كلمتك ليهم، يسافروا ولا يطنشوا؟ انت لو عاوز تروح غربة او تغترب او تروح دولة غير دولتك، فدوس. لو عندك هدف، لو عندك مهمة تروح علشانها، وان شاء الله ربنا يوفق. اهم حاجة يا جماعة في الغربة اننا نسمع من ده، نسمع من ده، نسمع من ده، نسمع من ده، نسمع من كل الناس، عشان نفهم آرائهم، نفهم تجارب الناس، نفهم نصايح الناس. وطبعا في الاخر بعد ما تسمع كل حاجة يدخل كله هنا، اللي انت حبه سيبه، واللي مش حبه طلعه من الناحية التانية. اهم حاجة يا باشا تتوكل على الله ودوس في المهمة اللي انت جاي علشانها، وان شاء الله ربنا يوفقك. وما تشيلش هم كتير، والايام كلها بتعدي، والايام كلها بتعدي، والايام كلها بتعدي، ومش هتحس باي حاجة. خلاص السنة اللي فاتت انا اصلا بقيت لي هنا من 2020 عدت، و21 عدت، و22 و23 هتخلص، ويكون كملت شهر 10 اللي جاي، يكون كملت 3 سنين هنا في روسيا. والله ما حسيت باي يوم فيهم كأن انا جاي امبارح. فكله هيعدي، ما تقلقش. اهم حاجه زي ما بقول لك دايما، ما تخليش الايام تعدي على الفاضي، خليها تعدي وانت مستثمر حاجه، اما في نفسك اما في اي حاجه. طب انت عاوز تقول ايه لخالد اول ما جه روسيا؟ يعني عاوز تقول ايه لنفسك كنصيحة اول ما جيت روسيا؟ يعني لو انا موجود لنفسي وبقول لنفسي نصيحة جاي من المستقبل، يعني بقول يا خالد اعمل كذا في المستقبل، يعني
والله انا ممكن اقول لنفسي الصبر مفتاح الفرج، اللي هو اتعلم واتعلم واتعلم وكل حاجة تبقى كويسة. وانا الحمد لله عمري ما ندمت على اي حاجة عملتها في حياتي الحمد لله، وانا مبسوط باللي انا فيه. فانت الصبر اهم حاجة، الصبر الصبر الصبر، وكل حاجة تبقى كويسة. مش عيب الحاجة اللي انت مش عارفها تتعلمها. مش عارف الطبخ، ابحث عن النت ازاي تطبخ. مش عارف تغسل، ابحث عن النت الغسيل. مش عارف حاجة، اسأل عليها. مش عيب انك تسأل، بس العيب انك تفضل جاهل بشيء معين. العيب انك تفضل جاهل بشيء معين، مش العيب انك تسأل. ده اللي انا كنت عاوز اقوله بالفيديو ده. اعملوا بس لايك يا شباب وشير عشان نكبر بالقناه سوا، وهو مدلعكم شايف الفيديوهات فتدلعوني بقى باللايكات والشير والكلام من ده. شكرا على المشاهده، اشوفكم بقى في فيديو جاي. وبس ده اللي انا كنت عاوز اقوله. رايكم تحت ونشوفكم في فيديو جاي.